تجني ثمارها او يعلن التنحي كان التنسيق مع الدكتور طارق ومع زملائه المحترمين المخلصين في الميدان، ودعمهم ليا سبب كبير في ان انا اعمل حاجه، لان من غيرهم بالتاكيد هيبقى دوري بسيط وقليل ومش ونوزن بقى فلول الحزب يا سياده البشار. انا بقول يعني في رايي الشخصي احنا دلوقتي بقى خلاص مش عايزين بقى نقول بقى ده كان وطني وده مش عارف كان ايه، صح ممتاز صح. شوف الروح الجميله بتاعت الثوره، مصر مفيش اختصاص، مصر كلها تبقى ايد واحده. ان الماضي بقى نرميه ورا ظهرنا، كلنا نشبك ايدينا، كلنا ايد واحده، كلنا بقى ننسى اللي فات، وطالما واحد ما سرقش ما نهبش ما فسدش لم يدان جنائيا وقضائيا، فاحنا هنعتبره وطني شريف ومصري، ونتعاون كلنا مع بعض في بناء هذه البلد من جديد. ده شعور ايجابي جدا اللي انا بسمعه دلوقتي وشايفه، بس هل كل الناس بتفكر زيك كده دكتور طارق، ولا في بعض الناس مشغوله ب هنعمل بالظبط تصفيه الحسابات وتقسيم المغانم انجازة التعبير او انجاز التعبير، وانا هترأس حزب ايه بقى، وانا هعمل ايه، وانا هشارك في ايه، وانا ليه ما بطلعش في التلفزيون، لا ده انا كمان كنت موجود، ده هو ده ملوش دور وانا اللي ليا دور، والكلام اللي بنسمعه ده انتوا ازاي بتنظروا له؟ والله انا بعتقد يعني هو طبعا احنا ما نقدرش نبص لنيات الناس، يعني احنا لينا الظاهر يعني، فبالتالي برضه ما نقدرش نحكم على اي حد الا من مواقفه وارائه وتصرفاته يعني. تمام. ويعني وهو يعني ربنا يرزقنا كلنا الاخلاص يعني يا رب. بس انا بعتقد يعني ان اللي نزل الثوره ديت المفروض ان هو في فتره معينه احنا كنا ارواحنا كلها يعني معرضه للاعدام طبعا، والمفروض الناس اللي كان لها دور يعني معين في فتره معينه هي الناس اللي كانت لو لا قدر الله ما حصلش تنحي كانوا قدموا للمحاكمه بقلب نظام الحكم. المفروض ان الناس دي كلها كان هدفها الاساسي مصر. فالمفروض ان هم لغايه اخر لحظه يعملوا من اجل مصر، ويعملوا ويكون شغلهم الشاغل مصلحه البلد ديت، ويبصوا لمصلحتها بس، ما يبصوش لمصالح خاصه او مغانم او مكاسب. ولكن انا اعتقد ان المغانم الوحيده اللي ممكن نجنيها هي الحريه والعداله والمساواه، المغانم العامه. واعتقد ان الشعب المصري ده شعب واعي جدا 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 يعني، ويقدر يحكم على الاشخاص بشكل جيد جدا، ويقدر يحكم على الاشخاص اللي هو له يعني مطمع او له يعني ايه، او هو مثلا له اجنده معينه، او اللي هو يعني بيعمل لصالح البلد، ومحدش ابدا هيقدر يخدع الشعب ده تاني. متفائل سياده المستشار؟ متفائل لان طبيعه الشعب المصري ما هياش القله الموجوده اللي بتدور على مناصب وبتدور على الترشيحات رئاسه الجمهوريه وبتدور على يعني انا كرئيس حزب سياسي هو المفترض فيها كنت من المؤهلين تنطبق عليها شروط في النظام القديم والنظام الجديد، ومع ذلك لم افكر في الترشيح رئاسه الجمهوريه. بفكر زي الناس دي ما بتفكر، وبكون معاهم في الميدان وفي الشارع ان احنا نعمل حاجه في بلدنا، لان مصر محتاجه، ودي الطبيعه، دي طبيعه المصريين، دي الغالبيه مش القله، دي مش اللي هتتخانق على مناصب وده عايز يمسك نائب كذا وده عايز يمسك، لا احنا بنحافظ على ازاي الثوره تنجح. مش نجاح الثوره ان النظام تلاشى واختفى، نجاح الثوره ان مصر تتقدم، ان نجاح الثوره ان المصريين يفكروا بثقافه جديده. الثقافه الجديده ان انا بعد ما كنت برمي اسف المنديل الكرينكس من الشباك وبرمي مخلفاتي وانا ماشي افكر ده دي بلدي. ده احساس انا شفته في الشباب. انا وانا بشتري حاجه امبارح الموبايل لقيت الناس اللي ما كانوش لهم علاقه قالوا لي يعني قالوا لي احنا مالناش علاقه ولا بنحب السياسه، بس احنا مش عارف فرحانين ليه النهارده ان الحزب الوطني اتحل. انا مش عارف لان ليه فرحان. ده واحد بيبيع لي حاجه قلت له عشان انت بدات تحس بدورك بعد الثوره. قال لي انا بقيت مهتم، ما عادش مهتم بقى ابيع بكام واشتري بكام بس، لا انت مهتم مين اللي هيحكم بعد كده واشارك برايي ازاي. على فكره دي في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره ان المواطن يشعر ان هيبقى له دور. احساسك انك لك قيمه ده احساس موجود عند المواطن المصري وبالذات الشباب يا استاذ شريف. احنا كان عندنا مشكله